السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات اقتصادية مع بشرى. بالنسبة لاقتراح اليوم غادي نشارك معكم زيت التحميرة اللي كنحتاجوه وكيدخل في بزاف ديال الاستعمالات ولا بزاف ديال الوصفات. فيتحضرت لكم بزاف ديال الوصفات جاوني عليه تساؤلات غادي نشاركو معكم اليوم. يعني الوصفة راها سهلة، المهم غادي نشاركها معكم بالضبط. انا راه كتبقى عندكم مده اللي بغيتو، ما كتخسر ما حتى شي حاجه. يعني راه غير خليط ما بين زيت نباتيه وكذلك التحميره. غادي هذيك الكميه اللي شفتو معايا انا راه كنحضرها. دائما كنصايب كاس يعني كاس متوسط. هاد القريعه كتبقى عندي حتى كتكمل وكنعاود نصايب واحد اخر. كنحتاجو هنا الكميه اللي بغيتو. بالنسبه عندي كاس ديال العنبه ديال زيت نباتيه كنديرو في واحد القرعه تكون عندها الغطاء، ومعلقه صغيره ديال التحميره يعني الفلفله حمراء مطحونه، بابريكا. ملي كندير زيت نباتيه مع تحميره كنسدو ديك القرعه مزيانه بالقفاله وكنبقاو نحركو فيها مزيان مزيان واحد دقيقه. يعني ضروري نحركوها مزيان مزيان باش ديك التحميره كتذوب وسط الزيت. صافي ملي كنحركوها مزيان مزيان كنخليوها واحد على الاقل يا اما نهار كامل او ليله كامله. انا غادي نخليها ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا كيف يعني ولات وهي جهد ما بقات. يعني التحميره كتطلق في الزيت كتعطينا واحد المذاق رائع في الطياب ديالنا، وكتنفع كذلك اننا ندهنوا بها المملحات سواء بسيطلات سيجار بريوات بسطيله، وكذلك مسمن معمر. اي حاجه يعني مالحه كتجي فيها وكتدخل كذلك حتى في الطياب. اي وصفه فيها التحميره كديروا فيها الزيت ديال التحميره. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها كديروها في شي قرعه، من الاحسن تكون ديال الزاج، تكون كتقفل مزيان تسد مزيان، وكتحطوها مع يعني العطريه والزيت النباتيه العاديه. ملي كتبغيو تستعملوها كتستعملوا الكميه اللي بغيتو. كيف شفتوا معايا انا خليتها ليله كامله، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه. وهذا يعني بالنسبه للاخوات اللي جاوني عليها التساؤلات هنا في يوتيوب كذلك في فيسبوك في انستغرام. ان شاء الله نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا. مقادير الوصفات راه دائما كنخليهم لكم في صندوق الوصف، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي اللي بغى يتواصل معايا. عواش مبروكه وبسلام عليكم.